السلام عليكم يا شباب. لو انتوا وانت شغال على المنصة جالك الرسالة دي كده، ولقيت ان الاي بي بتاعك هنا مش ارقام، عبارة عن ارقام وحروف زي ما هو ظاهر كده، مش ارقام بس. فدي هنحلها دلوقتي مع بعضين. هتروح على علامة النتورك عندك، اذا كان كيبل او لو انت موصل عن طريق الواي فاي، بتدوس كليك يمين، هيطلع لك المنيو دي. هتدوس نتورك عند انترنت سيتنجز، بعد كده يفتح لك المنيو دي كده. هتنزل تحت هنا على ادفانسد نتورك سيتنج، بعد كده هتلاقي عندك تو اوبشنز، الواي فاي والايثرنت، على حسب انت موصل ايه. انا موصل كيبل بخش على الايثرنت، لو انت موصل واي فاي بخش على الواي فاي. هوريك برضو الطريقتين. هتيجي تفتح الايثرنت هنا، هتلاقي في ايديت هنا اهو. تمام. هتنزل تحت كده، هتلاقي في عندك دي معمول عليها تشيك، علامة صح، اللي هي اي بي فيرجن 6، انترنت بروتوكول فيرجن 6. اللي هعمله ان انا هروح اقفل دي كده وادوس اوكي. حلو. طيب لو انا شغال واي فاي نفس النظام، ايديت، بنزل تحت، بلاقي انترنت فيرجن 6، بتشيل على التشيك وادوس اوكي. كده انا عملت ايه؟ كده انا شلت البي فيرجن 6 من عندي. طيب في طريقة تانية، لو انت مثلا مش عارف تجيبها من هنا، بتخش على علامة الويندوز عندك، بتدوس عليها علامة السيرش، بتكتب هنا كنترول بانل. تمام، بتفتحه، هتلاقيها بنفس الشكل ده كده. او لو انت لقيتها بنفس الشكل ده كده او الشكل ده كده، كل اللي عليك بتروح على فوق على اليمين، بتدوس على كاتيجوري، هتدوس على العلامة اللي فيها الكرة الأرضية والشاشة، أو النتورك عند إيه إنترنت. بعد كده بتدوس على النتورك عند شيرنج سنتر. تمام. بعد كده بتدوس على تشينج ادابتور سيتنجز، بيفتح لك الشاشة دي. طيب نفس الوضع، أنا شغال على واي فاي ولا شغال على ايثرنت؟ لا، شغال على واي فاي مثلا، فأجي كليك يمين، أدوس بروبرتيز، بنزل تحت على بي فيرجن 6، بشيله وادوس اوكي. طب الايثرنت، لو انا شغال ايثرنت، كليك يمين، بروبرتيز، بنزل تحت، بشيل من عليه تشيك وادوس اوكي. تمام. يبقى كده بعد كده بروح اقفل الموقع واقفل الابلكيشن، افتحهم تاني واشتغل، هتلاقي الدنيا اشتغلت معاك تمام. شكرا ليكم وبالتوفيق يا شباب.